ده بضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى تعال. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده يوم مش عادي، النهارده يوم مش عادي لكل ما هو زملكاوي. نعم، ارغي يا عم الأمور. صديق ليا عزيز جدا اكتشف حفريه مهمه جدا جدا، ان نادي الزمالك فاز على النادي الاهلي بنتيجه 27-0 سنه 1915. لا مؤاخذة في اللفظ، لا مؤاخذة ايه في اللفظ. وللعلم صديقي ده اخوه هو الاهلاوي اللي اكتشف الحفريه الثانيه اللي تؤكد ان الاهلي كسب الزمالك سنه 25-6-0، وقال مش معنى هو صيح صرب. هو عشان اهلاوي هيطلع حفريته، قام مطلع حفريته قام مشوح بايده كده اهو. وانا شفت بنفسي شريط الاهداف. انت بتستظرف يا ابن الظريفه. عشان تشوفوا ليه طريقه معينه كده، بتلبس نظارات معينه عشان تتفرج على الاهداف، لان طبعا التصوير والاجواء كانت صعبه جدا، لكن انا شفتها وكانت اهداف رائعه جدا. منهم هدف جه بطريقه غريبه جدا، يعني منهم هدف جه بطريقه غريبه جدا وجه بضافر صباع لاعب معين عندنا في نادي الزمالك، سجل هدف بضفره. ده كلام معقول؟ انهي مغفل اللي يصدقه؟ انهي مجنون ده اللي يصدقه؟ انا بدي افهم انهي طور يوافق على الكلام ده. انا وطبعا الحكم ساعتها استغرب، نحسبه ما نحسبوش، طب ده ما جاش في دراعه ده جه في ضفره، وهل الضفر جزء من الجسم ولا لا؟ والموضوع حصل عليه لغط كبير جدا وقتها، ولكن اتحسب الهدف. الحنك دي ما يتكلمش، ده يطف بس، والطفه تجعل وش للتاني. 27 زلبطه، 27 على الابيض. الراجل ده عبيط جدا، هو عارف انه عبيط. سنه 1915. عشان نقول ان التاريخ الحمد لله لا يمحى، وندي ذكرى، واللي ملوش قديم ملوش جديد، ولازم كل جمهور الزمالك يكون فخور باجداده اللي حفروا التاريخ. زغطيط، ايوه زغطيط، بكلم دومه، حاج عمال بكلم حمار. طبعا صديقي دوت بيقسم ان دي حفريات مهمه جدا، وبيقول يا عم اللي مكدبني يثبت. انت كذاب ابو صلاح. فعلا انا كداب يا استاذ ديمبلي. قلت له يا عم بس 27 كتير، قال لي يا عم اللي مكدبني يثبت. طب ما اخويا التاني الاهلاوي طلع حفريه بيقول ان الاهلي كسب 6-0، حد رجع وراه؟ حد كان عايش اصلا وقتها؟ حد شاف حاجه؟ صيح صرب صيح سمعنا الطرب. واللي دماغه مصدقه او دماغه في المهلبيه، اي حاجه في اي حاجه يعني. فانا قلت له انا مصدقك، وحبيت ان انا ازف الخبر ده لكل جمهور الزمالك، واقول لهم مليون مبروك، ودي ذكرى عظيمه جدا نحتفل بيها ان شاء الله كل 10 نوفمبر من كل عام، ونقول مليون مبروك لكل جمهور الزمالك الفوز على النادي الاهلي التاريخي بنتيجه 27-0. انت عبيط يا ابني. واللي مش مصدق يثبت العكس، اللي مش مصدق يثبت العكس. انا فعلا لقيت الحفريه بتاعت فوز الاهلي، عشان اكون صريح لقيت الحفريه اللي تثبت ان الاهلي فاز على الزمالك 6-0، دي شفتها. وشفت جنبها حفريه فوز الزمالك بقى على الاهلي 27-0. ليه؟ لان انا واد بضان وكنت واد بضان، وانا لسه بضان على فكره. علشان نثبت ان نادي الزمالك فريق عريق، والماتش ده كان مهم جدا، وكان نهائي الكره المفتوحه لكره القدم منطقه القاهره. مش عارف يعني ايه الكره المفتوحه، ولكن ممكن في انواع كتير جدا من الكور، ممكن كره مقفوله كره مفتوحه، لكن دي كانت بطوله الكره المفتوحه في منطقه القاهره. والحمد لله نادي الزمالك عمل هذا التاريخ العظيم ليثبت ان هو فريق عريق، والاهلي كسب 6 الزمالك كسب 27. مبروك لكل جمهور الزمالك، ما حدش ينسى تاريخه يا جماعه. وان شاء الله انا وصديقي الزملكاوي ده عمالين ندور في الحفريات، يمكن نلاقي تاريخ تاني او نتيجه تانيه ان شاء الله. انت عيل بيضان والله بيضان. تحياتي لكل جمهور الزمالك المحترم، ومعاكم ان شاء الله في كل حفريه جديده. كل عيد وانتم طيبين، ومبروك النتيجه التاريخيه. تحياتي اسلام علوي، السلام عليكم. يا ابن الكلب منك دي، يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، يا ولاد الكلب اهو. مشكلتك انت وامثالك من الهموش والهلافيت ان تيجي عليهم لحظات بيتصوروا انهم حاجه. الحقد والغل اللي جواكم هو اللي بينفخكم ضد اسيادكم، لكن لانكم جهله مغرورين مش قادرين تفهموا ان طبيعه الكون نفسه لا يمكن تديكم الفرصه ابدا انك تفسدوا علينا حياتنا يا كرابيع.
المرض اللي جواكم لا يمكن يغير نظام الكون.